إذن هذه القضية في الأساس السؤال موجه فيها بعد ما عرضت كل المستندات للبيع، وما عرضت من أجل ما وجه السؤال من أجل الحصول على البيانات، من أجل الاعتراض. وإلى الآن أنا أعترض، والآن أنا أقول لك بغض النظر حتى عن سلامة الإجراءات وبغض النظر عن منه، هي العلم ترى ما يحق، هي ما روح من حق، يعني الإخوان مجموعة وأحترمهم الحقيقة. قضية الفحم المكلسن، هل يجوز أخ الرئيس إنسان ابنه عضو مجلس إدارة في إحدى الشركات أن يقدم ويستخدم حقه الدستوري ويقدم أسئلة في طلب دراسة الجدوى وولده عضو مجلس إدارة؟ قد يكون في ناس وياهم في الشركة لكن هو واحد من المتورطين. إذا ابنك كذي يا أخي سكت ولدك، مو تقعد تتهم خلق الله كله وولدك بتورط. أخ الرئيس لا يتوقع بأن يوم يشتم الصباح أو نظام الصباح وإنه بيضلل الناس عن قضية الفحم المكلسن. احنا عارفين شنو السبب في إثارة هذه الجلسة عند البعض، البعض نواياهم زينة لكن البعض لا أثارها، والسبب هالقضية يبي يضر الرماد على العيون عشان الناس ما تنتبه قضية الفحم المكلسن. أنا أيضا ما أريد أقول وين أثير هذا الموضوع لأول مرة، يعني الفحم المكلسن في اللجنة المالية وين فيه، لكن خليني أقول لك الحقائق كما هي. يا يبا أنت بالذات لا تتكلم عن الشعب وعن المواطنين، دشيت فقير منتف من العراق وشوف فرصتك وين وصلت. مو بس كذي يا معود، الفحم المكلسن فاحت ريحته ببطنه. باقو 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 من غير ما يدري، باقو من غير ما يدري، شكو.